اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالبغريرات ديالي المعسلات، اكي دايرين؟ واش لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله بصحه سانك كما العاده. وانتم كتسمعوا القصه ديال الليله. مهم القصه ديال اليوم قصه ما عندهاش حروف او كلمات باش نعبر عليها. قصه اللي انا متاكده انها غادي تعجبكم، ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش انكم ديروا لي لايك. وطبعا لايكات هما اللي كيبينوا لي ان القصه او المحتوى ديال القصه عجبكم باش نكثر لكم بحال هذا النوع. وكذلك ديروا لي اشتراك باش كمسا يبقى يوصلكم اي جديد كنحط لكم بغريرتي المسلات. القصه ديال الليله عباره عن رجل اعمال، نقدر ندرجوه من بين اكبر رجال الاعمال في البلاد. رجل أعمال ما عرفنا واش ندرجوه ما بين قائمة الثلاثينيات أو لا طالع في الأربعينيات. معمر قلبو دق لشي وحدة، فيا ترى والبصح غادي يدق الفاتنة طالبة في عز شبابها. واش القصة ديال الحب ديالهم غادي تكمل، أو لا القصة ديال الحب ديالهم غادي تسالي؟ يا ترى واش هي بحد ذاتها غادي يدق قلبها ليه؟ بزاف ديال الأسئلة. واش قصة ديال الحب ديالهم غتكمل؟ واش كاينين شي اعداء في هاد القصة؟ وبزاف كاع هاد الاسئله اولا نقولوا الاجوبه ديال هاد الاسئله كاينين في القصه. فتبعوا وما تحرقوش الاحداث، وعلى بركه الله نبداو قصتنا. هي اللي كانت ناعسه، تلك الفتاه ذات الشعر الاحمر كانت ناعسه في الغرفه ديالها بواحد الشكل اللي همجي. شعرها اللي كان منكوش وطالع للسما، اللي كيشوفها كيقول انها كانت في السباق ديال الماراثون. غارقه في النوم ديالها بواحد الراحه اللي ميمكنش تقول السيده ما تابعها والو. حتى رن المنبه، هي اللي فاقت بدات كتململ وكتحل في عويناتها وكتقول اوف يا ربي، حنا شحال كنكره هاد المنبه. اوف، عرفتي ديك الاغنيه ديال مش طايقه نفسي بكره حياتي كل ما بصحى من النوم مش عايشه اشوف وجهي؟ ايوا هذيك اللي كانت كتغني البطله ديالنا. هي اللي فاقت وناضت مشات الحمام، وهي كتغسل في وجهها تذكرت بان عندها امتحان. ويلي 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 ويلي، أنا زعما جالسه وباخده راحتي وعلى راحتي زعما ويلي. هي اللي دغيا غسلت وجهها وغسلت سنانها، خرجت ولبسات طوب في البيض وسروال جين باللون الاسود. هزات الباك ديالها وحطت فيها المستلزمات اللي غادي يخصوها. سرحت شعرها الاحمر الناري اللي اش نقول لكم زادها جمال. بخات من عطرها المفضل اللي كان بالرائحه ديال الورد الجوري الاسود والياسمين. لبسات الحذاء ديالها وهي تم خارجه. اوف، بقات لي نص ساعه وغادي يبدا. نص ساعه وغادي يبدا الامتحان. ركزي. هي اللي خدات الحقيبه ديالها وخرجت مسرعه، وهي غاده وغافله على الشارع الرئيسي، خطوه وراء خطوه، حتى كتسمع كلاكسون ديال الطوموبيل اللي كان مجهد. هي اللي دورات راسها ولقات الطوموبيله كحله جايه لجهتها. بوم، دخلت فيها طوموبيل. اما عنده هو اللي كان جالس في المكتب ديالو منغامس في العمل، قاطع الصوت ديالو طرقات ديال الباب. دخل، هو اللي قالها وهو مازال عينيه على الوراق. صباح الخير مسيو الكسندر، هو اللي رد بهدوء بلا ما يرفع راسه. صباح الخير لينا، شنو كاين اليوم في الجدول ديال الاعمال ديالي؟ هي اللي ما عجبهاش الحال. اوف يا ربي، عمرو شاف فيا ولا رفع فيا عينيه. على رئيس كي داير. مسيو الكسندر، اليوم عندنا مناقصة وموعد مع الوفد الإسباني، وكذلك عندك أوراق عافاك خصك توقعهم. تقدري تخرجي. ويلي شتتا، ويلي شوفي يا خويا شويه. يا ربي، واخا مسيو الكسندر،
ولكن ما تعطلش حيتاش ضروري. صافي فهمنا، تقدري تخرجي علينا. اوكي. هو اللي شكر المساعدة لينا وباقي منغمس في الأوراق ديال العمل. يا ترى واش ألكسندر غيبقى يتجاهل الحب أم لا؟ ايوا كمل القصة باش تعرف كيفاش غادي يتلاقى مسيو ألكسندر مع زوجته المستقبلية. ألكسندر اللي ناض من المكتب ديالو باش يمشي يتلاقى في موعد مع الوفد الإسباني، هو اللي ركب سيارة من نوع بي ام دبليو باللون الأسود ومشى بسرعة متوسطة. نعرفكم على ألكسندر. ألكسندر رجل أعمال معروف بزاف بالسمعة ديالو وبالقوة ديالو وبالجبروت، معروف بحبه للتملك وأي حاجة شافها عنده نص فيها. هو اللي كان متعشرف مغرور وسيم جدا، يتميز بشعر أسود اللي طبعا محسن حسانة رجولية، وبشرة سمراء زوينة، عينيه الرماديتان الجميلتان التي تأثير جميع الفتيات. هو اللي كان الجسم ديالو تبارك الله مفورمي ومعضل وكتافو عراد وغادي السلهام. طول ديالو تقريبا كان 190 ما شاء الله. سيدي دق ويدردق. كان كيسوق السيارة ديالو بسرعة كالمعتاد. هو اللي كان كيهضر في التليفون مع الوفد الإسباني وكيقول له بلي أنه جاي في الطريق وما غاديش يتعطل. فجأة كتبان قدامه فتاة ذات شعر أحمر، هي اللي كانت كتجري في ممر الراجلين باش تقطع دغيا قبل ما يبان الضوء الأحمر الضوء الخضر. ما تدوش عليا، راه تلفني الجمال ديال ألكسندر. المهم حتى تصدمات اولا نقولوا اصطدم بها. هو اللي نزل من الطوموبيل هو معصب وكيفكر شكون هاد الغبية اللي خرجت له من الطريق. هو اللي مشى الاتجاه ديال القدام ديال الطوموبيل، شاف فتاة ذات شعر احمر ناري وذات بشرة بيضاء، عيون باللون الاسود اللي كيأسروا ناظريها. هي اللي رفعت عينيها وهي كتألم، عينيها اللي كانوا عامرين بالدموع. المهم نقدروا نقولوا بكات. اوف لا انا ما بخيرش الله يعطيك. مصيبه كحله. ناري امتحاني مشى ليا. اي رجلي. لا انا ما بخيرش. كتشوف فيا انا ما بخيرش واش ما كتشوفش. الله يعطيك الحكه وقلت الطفران. على بشر سبحان الله. لا جمعي راسك، راه انت اللي داخله فيها. الناس ملي كيبغيو يقطعوا الشارع راه كيشوفوا اليمين واليسار، ماشي كيبقاو غاديين بحال الهمج. لا هي انا همجيه ياك؟ الله يرضي عليك والله يكثر خيرك والله يغبر بحال متالك. هي اللي جات بغات تنوض. اي اهي رجلك راه واقيلا كضرك. اجي نديك سبيطار. طق مني ما تديني ما نديك، تحدني وعطيني غير اتساح، انا قادره نمشي بوحدي. هي اللي يلاه بضرب خطوه وهي تعاود طيح. اي ناري رجلي. هي اللي طاحت الارض وبقات شاده في رجليها. هو اللي سمع الصوت ديال الانين ديالها المتألم، قرب ليها وهو يهزها. هي اللي تصدمات من هادشي اللي دار، من هاد الحركه الغير متوقعه. هي اللي بدات كتقول نزلني ونزلني. هو اللي رمقها بواحد النظره فيها برود وما تكلمش. فتح الباب ديال السياره وجلسها بجانب مقعد السائق. هي اللي رفعت عينيها وكتشوف فيه وكتقول وحل الباب وما بغيتش بعد مني. اوف اي رجلي تكمي رجلك تتضرك. هو اللي طلع للسيارة ويدي ماري الطوموبيل واتجه نيشان نحو المستشفى. هي اللي قالت له بغضب فين غادين؟ علاش هزيتيني ودخلتيني بزز مني لطوموبيلتك؟ قول فين غاديين ما كندوي معاك. هو اللي جاوبها بواحد الهدوء تام وكأن السيد ما دار والو. انتي كتألمي بسبابي ولهذا السبب
غادي نديك السبيطار. هي اللي سكتات حتى تفكرات بلي عندها امتحان. ويلي ناري صافي مشيت فيها 100% بروف ديالي غيجري عليا. هما اللي وصلوا للمستشفى، نزلها من السياره غير زقه، انا غادي نقدر نمشي لراسي بلا ما تقيسني. هو اللي ما سمعش ليها، هو يدير ليها هوب وهزها، دخل بها للمستشفى. بدا كيقلب بعينيه على شي ممرضه، حتى شاف واحد الفرمليه ويقول لها اختي عافاك شي كرسي متحرك. الفرمليه اللي مشات دغيا وجابت الالكسندر الكرسي المتحرك. الكسندر اللي جلس البطله ديالنا فوق هذاك الكرسي ومشى ديريكت جهه الطبيب. الطبيب اللي جلس كيفحص في الرجل ديال البطله ديالنا. يا ربي دابا الطبيب انا كيف زعما واش غادي نعاود نتمشى على رجلي ولا شنو؟ الكسندر اللي كان كيضحك ويقول تمشي على رجلك مالك دخل فيك رموك. هي اللي شافت فيه وهي تهبز عقدات غباشتها. الطبيب اللي هضر هو يقول لا المهم رجلك فيها غير شقوق، يعني ماشي بزاف، يعني غير واحد الشقه خفيفه، غادي تصبرها لك من مورا 4 ديال الاسابيع. وملي غادي تصبرها يعني كنعني بها انك غادي تعاودي تقدري تمشي وبشويه عليك ماشي تجري. هي اللي حركات راسها بانها زعما فهمات. الطبيب اللي خرج من مورا مشرح الروان بانها غادي تعاود يعني تمشي على رجليها مورا 4 ديال الاسابيع ولكن بحذر ماشي تجري. هي اللي بقات في الغرفه مع الكسندر. بقاو شوف فيك عطاجي الحوت ما انت طبتي ما انا كليتك. يا ربي ناري تعطلت على الامتحان وباينه غادي يجري عليا البروف ما منهاش. الكسندر اللي جلس كيشوف فيها ويقول المهم شحال بغيتو في التعويض؟ هي اللي رفعت راسها وتقول تعويض؟ كيفاش تعويض على اش؟ واش بغيت ندير بالتعويض ديالك مثلا؟ انا اش غايفيدني مثلا؟ انا رجلي راك الحمد لله اللي ما هرستيش لي رجلي. اما كانت ديك الساعه تكون هضره واحده اخرى. سمعتي عمي؟ الكسندر اللي خرج عينيه في ديك كلمه عمي ويقول عمك عندك الصح بروجه. هو اللي مد يديه الجيب ديالو، جبد بطاقه كان عليها الرقم ديال السكرتيره. المهم صوني لهذا الرقم اللي كنتي باغا تعويضات فهمتي؟ هي اللي خداتو تقول له شكرا عمي. هو اللي يلا بغى يخرج حتى قالت له عافاك دابا كما كتعرف عندي واحد طلب بليز. هو اللي شاف فيها ويقول شنو هو؟ كان عندي امتحان اليوم وانت دخلتي فيا وجبتيني للسبيطار، تقدر تديني للمدرسه زعما غير تقول لهم شنو طرا حيت انا ماشي تيقوني. وما كاينينش شواهد طبيه؟ لا عندي امتحان يعني داكشي فهمتي ماشي ايام عاديه امتحان. فهمت صافي يلا زيدي نديك. شكرا ربي يخليك. الله يستر تبقوا حاجه راسكم تبداو تبلحسوا. قلتي شي حاجه؟ لا فجاه دخل الطبيب اللي عاود دخل حيت نسا ما قيدش المعلومات ديال البطله ديالنا. عافاك سمحي لي المعلومات ديالك. مرحبا الاسم ديالك؟ روان والعمر 19 سنه. الطبيب اللي بدا كيسجل في المعلومات ديالها. اما الكسندر اللي كان كيتكلم مع الوفد وكيعتذر ليه بانه غيتاخر وكيشرح له بان الموعد يقدر يتاجل او لا، مهم على حساب. صافي هادو من المعلومات دكتور. المهم من مورا 4 ديال السيمانات من الافضل انسه روان ترجعي عندنا باش حنا نحلوا لك
الجبيرة صافي. شكرا، ربي يخليك، مرحبا. الكسندر اللي قطع المكالمة مع الوفد هو اللي واخا كان كيتكلم معاه كان طالق ودنيه وسمع الحوار اللي ما بين الدكتور وروان. سميتها روان، مزيان، مرة 19 عام، كبير عليها، الحق لا تقول لي عمي. بروشة. روان اللي خرجت التليفون ديالها تشوف شحال الساعة، لقاتها 11:30. ناري 11:30، يا ربي جا حكمي وبخنيش داك المتعجفيس. اوف يا ربي، ما عمره هوت عليا. اليوم غادي نولي اضحوكه في الجامعه. الكسندر اللي كان كيسوق الطوموبيل وطبعا غير بحذر لا يمشي عاود تنخرج له شي وحده عاوتاني ودا السبيطار. المهم علينا، وصل للجامعه وقف الطوموبيل وهو ينزل، فتح الباب الروان البطله ديالنا، هو اللي عطاها العكاكز اللي عطاوهم ليها في المستشفى. بدا داخل معاها، واي واحد شاف الكسندر في الجامعه كيلقى عليه التحيه. وصلنا، هذا هو الباب ديال القاعه. انت شوف، ما تدخلش نتايا، انا غادي ندخل انا الاولى وتبعني صافي. هو اللي حرك راسه ويقول لها ديري لي بالك. واخا هي اللي تمت داخله حتى شاف فيها الاستاذ مايك اللي كان كيعطي المحاضره ديالو، هو اللي توقف على الشرح، هو يدور ويغوت حتى فزعها. يعني ساروان فيكتي واش هاد الوقت، هاد الوقت كامل، تبارك الله عليك، وزعما عارفه بلي عندك امتحان اليوم. هي اللي ما تكلماتش، روا اللي وجهها حمار لان اول مره يغوت عليها الاستاذ. هي اللي حضرت راسها ويلا بغات تشرح لي الحاله ديالها، حتى تفاجات بان وجه الاستاذ ولا صفر، والنظره ديال الاستاذ تحنات الارض. هي اللي ما فهمت والو، هي تقول لا دابا سكتي. هي اللي سكتات. الكسندر اللي بدا كيهضر ببرود ويقول استاذ، استاذ ماك ولا جاك ولا كيسميوك، عندك شي مانع الا تخطلات شويه واخا عندها امتحان؟ جاك اللي قال لا 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 مسيو الكسندر، بالعكس مرحبا بها في اي وقت. مدام روان، اني سنة روان نوصلك المقعد ديالك. جاك اللي ولا اش نقول لكم كيتفتف بالهضره. الكسندر اللي قال له ما بغيت حتى واحد يغوت عليها وديرها في عينيك، هاد المره الا جات تشكات لي منك ما غاديش يعجبك الحال، كتسمع؟ مرحبا بسيو الكسندر. بالعكس او لا. طبعا غادي تكونوا تصدمتوا وغتقولوا كيفاش مدرس خايف من الكسندر. كما قلت لكم الكسندر رجل اعمال معروف بزاف، معروف على المستوى ماشي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. السيد عنده ثروة، عنده ناس وعنده صفقات اللي كبار، شحال مرة بان في التلفازة وبزاف ديال الحوايج. يعني راه باينة ان المدرس غيكون كيعرف رجل اعمال كبير او لا. جاك اللي احنا راسل الكسندر ويقول له اسمح لي والله ما كنت عارفها من الاقارب ديالك. تفضلي انسه نوصلك، تفضلي. نسرعوا شويه الاحداث، نقولوا داز هاد النهار كالعاده عند روان، ولكن الغريب في الموضوع ان اي واحد او نقولوا البنات بصفه عامه كيشوفوها بواحد النظره ديال الحقد وديال الكراهيه، ما حاملينهاش. وعلاش لا، ويا موصلها اكبر رجل اعمال. او اختي راني عييت وانا كنقول لكم على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. اودي يا ربي، واش انا قبيحه نهار ولا شنو؟ ما فهمتش. هادو كيشوفوا فيا لهاد الدرجه ولا كيعرفوا داك المدعو الكسندر؟ انا حتى اليوم عاد نعرف بلي سميتو الكسندر ورجل اعمال.
خا ما بيناش فيه، مكلخ الاخر داخل فيا تو. روان اللي رجعت للدار ديالها بعكازها، وهي في الطريق تلاقات مع صديقها، نقدروا نقولوا الزميل ديالها لاري، اللي هو معجب بها بزاف وهي عارفه هادشي. لاري اللي جا عندها ويقول لها روان نقدروا نهضروا شويه. اها مرحبا، اش حب الخاطر. هو اللي ضحك بخجل ويقول او اسمحي لي على التطفل، ولكن شكون داك الراجل اللي جابك الصباح، وشنو هو السبب ديال الحديث ديالك. روان اللي شافت فيه وهي تقول له كل شيء، نقدر نقولوا انها فسحات ليه. كيفاش فسحات ليه؟ اعطى يعني قالت له داكشي اللي طرا معاها الصباح وكيفاش تصدم بها الكسندر كذا وكذا. هو اللي تصدم، بقى كيشوف فيها ويقول لها سبحان الله، زعما المهم ما عليك، ماشي مشكل، تكبري وتنساي. هو اللي ضرب لها على راسها وبدا كيضحك، وكذلك حتى هي بدات كتضحك. المهم نقدروا نقولوا لاري رفع المعنويات لروان ووصلها للدار حيتاش نفس الطريق. بعد شهر هو اللي خرج من الشركة ديالو من بعد ما سال العمل ديالو، خدا السيارة ديالو ومشى ديريكتومون يعني متجه للمنزل. وهو كيسوق لاحظ بأن واحد طوموبيلة بشكل كتبعو. هو اللي استغرب، بدا يزيد في السرعة، وكذلك الطوموبيلة كتزيد في السرعة. نقص السرعة، الطوموبيل كتنقص السرعة. هو اللي ما فهم والو، شد الحاقر هذا. سبحان الله، ما يكون هادو غا الصحافة. هو اللي بقى صايق وما داهاش في الوضع، حتى واحد شوية شاف ديك السيارة جاية باغا تقابل معاه اولا قربت تمشي معاه في نفس الخط. هو اللي بدا كيشوف وكيحاول يحقق في شكون اللي كيسوق ديك السيارة. ما قدرش حيتاش السائق كان يرتدي قبعة اللي كانت باللون الأسود، واللي خافية ليه الملامح ديالو. شكون هذا اللي يكون تابعني في هذا الليل يا ربي؟ هو اللي بقى كيفكر شكون وشكون حتى جا في بالو العدو اللدود ديال الكسندر. هو اللي رفض هذاك النهار يتعاون معاه، وفاش رفض تحلف عليه. هو اللي حاول يضلل الطريق وبدا كيدخل ويخرج من عديد من الطرقان، لكن لا جدوى، وطفح الكيل. هو اللي زاد في السرعة، بدا كيسوق بسرعة جنونية، وبعد دقائق اختفت السيارة من وراه. هو اللي بقى هكا كيسوق خفف السرعة وتم غادي الاتجاه المنزل ديالو، حتى لواحد شوية ويتبان له الطوموبيل قدامه قصده. هو اللي ما فهم والو حتى كيشوف ديك الطوموبيل جايه باغا تدخل فيه. هو اللي ما غيرش المسار، ابقى كيسوق على المسار اليمين ديالو، معتقدا ان السائق غادي يخاف على الحياة ديالو وغادي يبدل المسار وما غاديش يرتطم بألكسندر. ولكن وقع العكس، ألكسندر دار حادثة سير مع السيارة اللي قدامه. نقدر نقوله أن السيارة دخلت في الطوموبيل ديال ألكسندر. الساعة كانت كتشير 8:15 ديال العشية، هي اللي كانت جالسة على الكنبة بأريحية كتشاهد الموفي المفضل ديالها وكتاكل في الفشار. هي اللي كانت كتلبس او نقدروا كانت لابسه ملابس ديال النوم مريحه، عباره عن شورت قصير بالكاد يصل الى فخذيها باللون الاسود، وتيشورت قصير ما كيغطيش المعده ديالها او نقولوا معدتها بالكامل باينه، وكان اوسي باللون الاسود. هي اللي كانت لايحه شعرها فوق الكنبه وكتشاهد الفيلم ديالها المفضل باندماج وحيويه. ما كانتش في هاد العالم، بل كانت في عالمها الخاص، دايرة سكين كير ديالها ودايرة الواجبات ديالها.
ونسالت عليها امتحاناتها وعايشة الحياة. ما داش بزاف ديال الوقت حتى سمعات طرقات على الباب. كانوا طرقات بصوت مشهد. هي اللي خافت وكتقول هويني شكون عندي في هاد الليل؟ 8 عادي ما يمكنش. اما عنده هو الكسندر اللي خرج من السياره ديالو من بعد عناء، حيتاش نقدر نقولوا السياره ديال اللي صدمت به تقلبات فوق من السياره ديال الكسندر، ولاو بجوجهم ما شاء الله تحفه فنيه. هو اللي شاف الحاله ديالو، الجبين ديالو اللي كان مجروح وكيخرج منه الدم، ويديه اللي كانت نقدروا نقولوا مقصح فيها بزاف، او لا نقدروا نقولوا ان يديه بحال تهرس فيها. هو اللي قرب من السياره اللي بانت له متضرره، شافها وقلبها ويقول مشكله جديده يلا خرجتها من المكازا. مشى للسياره اللي كان فيها داك السائق المجهول، هرس الشرجم بضربه واحده من يديه، او لا نقولوا بلكمه واحده. هو اللي دار يديه على العنق ديالو، لقاه مازال حي ولكن فقد الوعي ديالو. ما عاونوش، وعلاش؟ خليه يموت، يستحق باش مرة أخرى ما يجيش ولعب مع سيادو. غادي يلقاك وراك والزمن طويل. هو اللي عيط على رجالو باش يحيطوا المكان، وتم كيتمشى في داك الليل بخطوات متمايلة. شوف شي دار هنا قريبة ندوز فيها الليل. يا ربي مشي لديك الدار اللي لهيه. هو اللي تم كيتمشى وكتافو عراض كيتمشاو معاه حتى وصل لقدام الباب ديال ديك الدار. هو اللي دق بالجهد باش يشوف واش كاين فيها شي واحد. ما بغاش يقتحم الدار احتراما لدوك الناس. مرات 10 ديال الدقائق وحتى واحد ما جاوب. عاود دق بملل واحد شويه، يلا كان بيفرع الباب حتى سمع الصوت ديال الساقطه اللي كانت كتحل. تحلت الساقطه وفجأة بان منظر اللي ما كانش خصو يبان لألكسندر. شكون هاد التيتيزة اللي قدامي؟ كلكم عرفتوها، انها روان. روان اللي كانت ضربة ديك البيجامة نعمل باللون الاسود، وشعرها اللي كان احمر ناري مطلق، بشرتها البيضاء، وطبعا كانت دايره سكين كير ديالها. هي اللي حلت الباب هكا غير شويه باش تشوف، حتى شفت رجل طويل ومقدر، ومع ديك الليله ما كانش شدو في الحومه. ما نعاودش ليكم، هي اللي تصدمات. شكون انت؟ هي اللي يلا بتعاود تسد الباب ويدفعوا برجليه، هو يقول لها عفاك سمحي لي لالا، واش نقدر نبات عندك هاد الليله؟ كيفاش تبات عندي؟ بنت لك اوتيل 5 ايطوال مكتوبه الفوق، ياك ما كاينش شي بلاكون ما فخباريش. اول شافها وقول لها روان حيدي من قدامي، دايره راسك زعما ما عارفانيش. حيدي تبريش الخاوي. هي اللي حلت الباب وهي مستغربه كتقول شكون هذا اللي معيط لي؟ روان خويا كتعرفني؟ هو اللي ضحك لا ما كنعرفكش، عمك انا، حل الباب. هي اللي حلت الباب وكانت صدمة بالنسبة ليها. شافت ألكسندر اللي كان الجبين ديالو غارق بالدماء، أو نقولو كينزف بالدمعيات، ويدو اللي كانت ضراه وتهي عاطيه صداع وفيها شويه ديال قطرات ديال الدم، والتيشيرت ديالو اللي كان مقطع. هي اللي شقاتو تقول بغيرتي المسلات يا ترى واش الكسندر غيوقع في الحب ديال البطله ديالنا؟ واش البطله ديالنا غادي تخلي الكسندر يدخل ويبات عندها؟ يا ترى شنو الشخصيات الجداد وشكون اللي صيفط السائق باش يقتل الكسندر؟ كل هاد الاسئله غادي نجاوبوا عليهم في الجزء الثاني من قصتنا.